السلام على رسول الله. ماتش بالميراس يا جماعة، ماتش مش سهل خالص. دي غير الفرقة اللي احنا لعبناها من 3 سنين، اللي احنا كسبناها مرة بالبلانتيات وخسرنا منها مرة 2-0 لما أحمد مجاهد حرمنا من لعيبتنا اللي كانوا مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية. بيلعبوا 4-2-3-1 وساعات 3-4-2-1، بيضغط ضغط رهيب ب6 لعيبة من قدام، والباكين اليمين والشمال ملهمش حل. عندهم قدام المهاجم روكي ده جاي من برشلونة، واستيفاو ناحية اليمين اللي هيلعب على محمد هاني، وشبه نيمار كده وصغير في السن، وهو الهداف بتاعهم وجايب 11 جون وصانع 5 تجوان مؤخرا. والوينج الشمال مروان سري، موريسيو لعيب جامد جدا، هيلعب على كوكا، لا كوكا مصاب، هيلعب على الدبيس، لا الدبيس رايح في داهيه. اتمنى انه يلعب على عطيه، اللي بنسى اسمه، عطيه، هو عطيه، شكله عطيه بتاع المغربي. آه كنت قلت ان احنا الاحسن نلعب بديانج في نص الملعب عشان الافتكاكات، لكن لما فكرت لقيت ما احنا كده مش هنطلع بالكرة خالص، لان ديانج وحمدي فتحي مش حلوين قوي في الطلوع بالكرة، زائد ان معدل خطف الكرة من ديانج لما بيتضغط عليه جامد كبير اكتر من حمدي واكتر من مروان. وخصوصا لما شفنا ده في ماتش ريال مدريد لما الكرة اتقطعت منه وما عرفش ياخدها بوجي اللي هو محمود متولي، ودخل فينا الجون الاول من فينيسيوس. طيب نعمل ايه؟ هنلعب بنفس اللي احنا لعبنا بيه الماتش اللي فات، نفس التشكيل، مع ان احنا هنحط الباك شمال بس هو اللي هيبقى المشكله، وهنلعب بقدام بزيزو يلعب 60 دقيقه مثلا عشان لياقته البدنيه، وبتريزيجيه اللي برده مش هيلحق يعافر. دلوقتي احنا ما عندناش طاهر، ما عندناش امام عاشور كان هيفرق قوي 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 خصوصا في الادوار الدفاعيه. وهنلعب بوسام اللي لازم يضغط على الباكين، ولازم يضغط على اللاعب رقم 6 اللي في نص الملعب، لانهم كلهم لعيبه كوره. معنى كده ان احنا هنخسر؟ لا، هم اعلى مننا. القيمه التسويقيه بتاعتهم يا جماعه فوق ال 250 مليون يورو، احنا القيمه التسويقيه بتاعتنا 50 مليون يورو. والقيمه التسويقيه دي بتتحط الهدف، يعني لما يقول لك مثلا ان فرقه ميامي 96 مليون دولار، فانت تعرف ان عندهم لعيبه تستحق المبلغ ده، ومش ميسي، مش ميسي، مش كل المبلغ ده لميسي. وعشان كده احنا تعادلنا معاهم في ماتش ميامي، وده اللي انا انتر ميامي، وده اللي انا قلته. الناس دي ضيعت جوان اكتر مننا، اتفرج كده على الكور اللي ضاعت، الناس دي استحواذها كان اكتر. احنا بس عشان عملنا شوط اول حلو، فاحنا بيتهيألنا ان احنا كان ممكن ندوس عليهم، كان ممكن نكسب، بس كان ممكن الكور اللي هم هجموا بيها علينا كان ممكن تدخل. فاحنا ربنا سترها معانا، وانا شايفها ان هي كانت نتيجه عادله، ما عدا طبعا ضربه الجزاء وكره حسين الشحات اللي فكر في نفسه. ومش هنعيد الماضي، الا انا لازم اقول لك لو ميسي كان مكان حسين الشحات كان هيبازيها. فاذا كان ميسي كان هيبازيها، ودي بروينا كان هيبازيها، واحسن لعيبه العالم هيبازيها، ليه يا حسين؟ يا حسين ما علينا. انا هحضر الماتش ده وهحاول انقل فيديوهات ولايفز من الملعب على قد يعني، وربنا يسهل ان شاء الله. اعتقد هيبقى لينا جمهور كتير، بس جمهورهم هيبقى اكتر لان هم حاجزين من بدري زي ما عملوا في ماتش الامارات من سنتين لما كسبونا 2-0 وكان لنا ضربتين جزاء على فكره. ما علينا. موضوع تاني عايز اتكلم عليه بسرعه، اللي حاصل في الشرق الاوسط. بما ان البرنامج بتاعي اسمه كرة واخواتها، فانا حاسس ان انت ساعات لازم تتكلم عن الظروف اللي حاصله. اتمنى ان ما يبقاش في حرب، اتمنى ان ايران ما تقعش، رغم ان انا ليا تحفظات على ايران. ما اتمناش ان يبقى في اي قنبله نوويه، لان كلنا هندفع الثمن والبشريه هتدفع الثمن. لازم حد يبقى موجود يرازي البعدة، حتى لو الحد ده احنا خايفين منه، لان في الاخر لو وقعوا مش هيبقى فاضل الا احنا يا جماعه. واحنا لما كنا مع بعض في الخمسينات والستينات اتهزمنا، فما بالك دلوقتي؟ وزائد الازمه الاقتصاديه وحوارات كتير، ربنا يسلم على مصر. وبمناسبه ده احب اقول بس المخاطر بتاعت ايران بتدور على مصلحتها بالاساس، وبتستخدم القضيه الفلسطينيه كذريعه انها تحقق احلامها ان يبقى عندها سلاح نووي. زي ما هو بيهدد الكيان، هو برضو بيهدد دول الخليج، لان هي دوله دينيه شيعيه اثنا عشريه، ابتدت بالدوله الصفويه اللي قتلت كتير من السنه، وكانت ايران دي اصلا دوله سنيه وتحولت دوله شيعيه. ففي عداء، هم لسه عايشين في فيلم آل البيت والحوارات اللي حصلت زمان من 1400 سنه، واحنا في نفس الوقت خايفين، والمنطقه دي كان فيها وهابيين برضو متشددين، ففي خلافات قديمه.
طيب معنى كده ايه؟ ان احنا عايزينهم يخسروا وندعي نقول اللهم اهلك الظالمين بالظالمين؟ لا، انا ضد ده. احنا نقف مع الاقرب لينا وهم الاقرب لينا، لان زي ما انا قلت لو هم وقعوا احنا هنروح في 60 داهيه. وبمناسبه ده برضو الناس اللي بتقول ان المقاومه تسببت في ضياع وخراب اكتر، هو انت لازم تقاوم يا جماعه. لما تبقى تحت الاحتلال لازم تقاوم. يعني هتعمل ايه؟ يعني هتعمل ايه لحد في يوم من الايام هيجي النصر؟ المقاومه دي هيبقى ليها ثمن. هتقول بص اللي ضحوا من زمان هم السبب في اللي احنا وصلنا له النهارده. لكن الاحداث لما بتتأرخ، يعني مثلا حرب 48 احنا في الاخر خسرنا. محدش بيفتكر اول مقاومه اياميها. كان في مقاومه وكل حاجه والناس راحت شهداء. انما لما بيحصل نصر بعد كده الناس هتفتكر بقى اللي قاوموا وجاهدوا من سنه 48. وده يرجعني لان النهارده 18 يونيو وبكره 19، دي الايام اللي حصل فيها جلاء الانجليز عن مصر بعد 74 سنه احتلال. وده وعيد الجلاء ده اتلغى، انا مش عارف ليه، يعني مش عايز ادخل في التفاصيل، بس 74 سنة احتلال، 74 سنة شهداء، 74 سنة سرقة مواردك. وتخيل مثلا ان انت ما كنتش بتاخد حاجة خالص من قناة السويس الا الفتات، نسبة هبلة. تخيل انت لو كنت بتاخد 50% بس من دخل قناة السويس، كان زمان وضعك الاقتصادي اللي هيبتدي من 52 ايه؟ كان ممكن ما يحصلش التأميمات، كان ممكن مصر ما تخشش في سكة الاشتراكية اللي مضايقة ناس كتير، كان حاجات كتير ممكن تتغير بس داخل قناة السويس. فما بالك ما بقية الموارد، القطن وحاجات كتير. لكن جهاد المصريين وحركاتهم المدنية، سعد زغلول، مصطفى كامل، واحمد عرابي. احمد عرابي يا جماعه، احمد عرابي اللي كان بيتبص له ان هو خاين خاين للخديوي، واتنفى بره مصر. ولما رجع مصر وهو عجوز اتفى عليه حرفيا وتم تشويهه. وعشان كده لما حصل الجلاء اتحطت صورته وقت ما مصر بتطبق اتفاقيه الجلاء. اسعى لحقك مهما بنت ضعيف، وربنا هينصرك في الاخر. اعمل اللي عليك وما تستسلمش، حتى لو قدر لك الهزيمه اتهزم وانت راجل، اتهزم بشرف والتاريخ هيذكرك. باذن الله الاهلي هيكسب بكره. انا خايف لان يا جماعه يعني هي كيمياء فرقه بالميراس دي، فرقه داخله تلعب بقوه وعنف، غير الفرق الاوروبيه اللي بادئه بالراحه واحده واحده وهتبتدي تشد في الادوار الاقصائيه. اتمنى ان احنا نعمل اللي عليها. احنا لو خدنا التعادل هعمل فرح، والله هعمل فرح. لو كسبنا هتبقى معجزه من وجهه نظري. ما تنساش تعمل سبسكرايب، واتمنى ان انا اكبر بيكم يا جماعه. انا بحاول وان شاء الله نتحسن في الفيديوهات اللي جايه ونحاول نطور. اعمل لايك وسبسكرايب، ولو حبيت تعمل شير وسيب كومنت، تبقى جدع والله. يلا سلام.